السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة إعداد جواجم بلمسات تونسية بمكونات المتوفرة عندك في المنزل. بالنسبة لنا باش نستعمل لهنا عندنا 2 بكوات بسكوي ستار، بسكوي سيجاريت، وعندنا لهنا 4 كعبات ياغورت دانيت فلان كراميل، وكعبتين بنان. هذه المكونات. وباش نستحق للأكواب باش نحط فيهم الطبقات نتاع المكونات نتاعنا ونتحصل على جواجم بحول الله باش تكون بنينة وتعجبكم. توا ننتقلوا إلى مرحلة الإعداد. باهي توا رجعت لكم باش نشوفوا شنو اللي عملناه. عندنا كعبات الياغورت صبيناهم وخلطناهم بالباهي، 4 كعبات ياغورت كراميل فلان كراميل دانيت به، وخلينا الصوص هذيك اللي تبقى في الباكو من لوطه خليناها باش نستعملوهم بعد للزينه. وبالنسبه للبنان قصيناه روندالات بالطريقه هذه، والبسكوي هروشناه باهي. توا باش ننتقلوا الى المونتاج. بالنسبه للطبقه الاولى باش نصبوا الكراميل ياغورت كراميل نتاعنا، باش نصبوا في ال4 اكواب الطبقه الاولى كراميل. بعد لا صبينا في المرحله الاولى الكريمه، توا باش نحطوا البسكوي. الطبقه الثانيه هي بالبسكوي. انتم تشاهدوا في الفيديو وما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك حتى تصلكم وصفاتي. بعد لا كملنا طبقة البسكوي، توا باش نحطوا طبقة من الموز في كل كوب. باش نحطوا، انا اخترت الاكواب، تنجموا تختاروا كيسان الموجود اللي عندك في البيت. هذه تتسمى تحلية اقتصادية، جواجم اقتصادية، ماشي مكلفة برشا، ما فيهاش مكسرات. إذا كان عندك تحب تزيد المكسرات. توا الطبقة الثالثة عملناها بالبنان. توا باش نصبوا طبقة نفس الياغورت بالكراميل، باش نزيدوا طبقة من ياغورت الكراميل. الطبقة توا الرابعة باش نعملوا فيها صبينا مرة الأولى الياغورت، صبينا البسكوي بنان الياغورت. توا باش نعاودوا نصبوا البسكوي، نعملوا طبقة باهية بالبسكوي. توا نزيدوا نحطوا طبقة أخرى من البنان. بعد لا حطينا البنان، توا بعد لا حطينا البنان كما تشوفوا، شوف الكيس متاعنا شيء كبير شيء كبير. المرحلة الأخرى توا باش نضيفوا طبقة من الكريمة، مازلنا قليل من كريمة الكراميل. توا باش نصبوا الكريمة باهي. توا في المرحلة الأخيرة باش نصبوا البسكوي، باش نعملوا طبقة أخيرة باش نسكروا بها الكوب من فوق. هذه جواجم تونسية بمكونات بسيطة من غير مكسرات. كراميل ياغورت كراميل، بسكوي، 2 من الموز. عملنا جواجم شيء كبير. المنظر الشاهي وما نحكي لكمش على البنة، شيء كبير. ننصحكم تجربوا الوصفة وبحول الله تعجبكم باهي. توا بعد لا صبينا البسكوي، توا بعد لا كملنا صبينا حطينا البسكوي في المرحلة الأخيرة. توا باش نحطوا هيك الصوص اللي خليناه من الأول، الصوص اللي نحيناه من كعبات الياغورت. ما كل كعبة ياغورت تلقاها من اللوطة فيها الصوص هذاك خليناه. توا باش نستغلوه في التزيين الأكواب من فوق. صوص كراميل هو. توا
توا كملنا زيناهم من فوق بصوص الكراميل. شيء كبير شيء كبير. شوف المنظر الشهي. شوف البنة. شوف منظر مزيان. والبنة ما نحكي لكمش. تحاولوا تجربوا الوصفة. وصفة اقتصادية بحول الله باش تعجبكم باش تكون ناجحة. وتوا ما بقى لي كنقولكم إلى اللقاء في فيديو جديد، وإلى اللقاء. شهي طيبة.